السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمتين وبس نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لو كان حضرتك أو كنت حضرتك نايم في فندق 7 ستارز وفي جناح ملكي في الدور رقم 20 وفجأة اتصلوا بحضرتك وقالوا لك احترس فالفندق الآن يشتعل والنار باتجاه غرفتك، هتعمل ايه؟ هل ممكن تنام او ممكن تستريح او ممكن تقعد مثلا تشوف الموبايل بتاعك او الهاتف؟ طبعا سبحان الله اكيد هتجري على السلالم، واكيد ممكن تبقى في حالة فزع لا يعلمها الا الله، ومعاك حق طبعا، دي نار، ربنا يعافينا ويعافيكم. طب اذا كانت ديت نار الدنيا اللي ممكن الواحد لو لقاها هيجري على السلالم، ولو لقاها محوطاه ممكن عياذا بالله يرمي نفسه من فوق عشان ينجو من تلك النار، فما ظنكم بنار الآخرة؟ عافانا الله وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها. ايه اكبر نار عندنا في الدنيا؟ النار اللي بنسيح بها الحديد والصلب، اهي نار الآخرة اقوى منها 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو هنتعذب يوم القيامة بنار الدنيا ده يبقى كفاية. قال أجل، ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. وفي رواية عند أحمد: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. عافانا الله وإياكم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على بطون قريش وعلى قبائل قريش وقال: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني كذا، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نظر النبي لبنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن فاطمة: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولذا قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعشان كده عايزين نبتعد عن نيران المعاصي، ونعلم أن يقينا أن الله عز وجل يرانا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل يراقبنا، وأن الله يرانا سبحانه وتعالى، ويعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا بد أن نستحي من الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلا بد الإنسان أنه يخشى من الله سبحانه وتعالى، ويخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.